للاسف بنشوف ناس كتير بتتورط في العقارات اللي بتشتريها، والسبب ببساطه انهم مش عارفين الحاجات دي. اول حاجه، الناس بتشتري من غير ما تكون عارفه انهم علشان يقدروا يعملوا اعاده بيع لازم يكونوا دافعين على الاقل 40% من قيمه العقار. ومش بس كده، عمليه اعاده البيع دي بتتاثر بكميه الوحدات اللي بيطرحها المطور نفسه، وكمان حجم المعروض في المنطقه نفسها. يعني ببساطه مش هتقدر تبيع الا لما المطور يخلص وحداته والسوق في المنطقه يهدى من المعروض اللي فيه. تاني حاجه، بيكون في خطأ من لحظه الشراء نفسها. الناس دايما بتدور على افضل اطلاله، اكبر مساحه، اعلى مواصفات، وده غالبا بيرفع سعر الشراء وبيخلي الوحده انسب للايجار اكتر من البيع. علشان كده دايما بنقول وبنكرر، الاختيار الصح من البدايه هو اللي بيفرق في نجاح الاستثمار. السبب الثالث، ان في ناس كتير بتشتري من غير خطه واضحه، لا خطه بيع ولا تصور للمده الزمنيه ولا دراسه السوق ولا اي حاجه، وده بيخليهم يتصرفوا بردود افعال بدل ما يمشوا برؤيه واضحه. لو محتاج اي استشاره عقاريه، لسه الاستشارات عندي مجانيه حاليا لحد دلوقتي. ابعت لي رساله وانا ان شاء الله هساعدك تختار صح من البدايه.